لو عايزة بقى تعملي طاجن البامية باللحمة الضاني، هنعملها النهاردة وبكل سهولة وبساطة، ومش هتاخد وقت في الفرن. هنعملها وهتستوي وتبقى جميلة جدا، وطعمها بقى ما اقولكوش روعة، كأنه مشوي بالظبط على الفحم، وطعمه خطير. وزي ما انتوا شايفين مستوي وجميل خالص، بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هياخد وقت مننا. عايزه اقول لكم ان ريحته بقى كانت تحفه، والطعم خطير. وعملت كمان معاه رز، هعمله الفيديو لوحده، مدي طعم كده زي طعم الرز المعمر، بس مش عاملينه في الفرن. طعمه خطير بجد. وزوقته بقى وعملت حطيت اللحمة على الرز. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هجيب عندي الحلة، هنزل بمعلقة من السمنة البلدي او اي سمنة او اي دهون. بنزل باللحمة الاول الضاني، تاخد صدمة كده عشان ما تنزلش المية بتاعتها. ببتدي احطها، ممكن نعملها برضو في حلة التيفال او حلة جرانيت. انا كان عندي عملتها في الحلة، هي بتلزق سنة كده بسيطة في الاول، بس بعد كده بتفك. بشوحها من ناحيتين، وبعدين بنزل ببصلتين كبار متقطعين جوانح او شرايح جوليان كده. وبعدين بقى بنزل بقى ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. سوري، ما نزلتش الملح الاول، خليت الملح في الاخر عشان برضو ما يأخرش السوا بتاعه. حطيت كمان صماق، وحطيت كمان شرايح التوم، بتدي ريحة خطيرة مع الطعم جميل جدا. حطيتها بقى على النار وسبتها تستوي لمدة ساعة او ساعة الا ربع، طبعا حسب سن اللحمة الضاني. لو صغير مش هياخد وقت، لو نص نص ممكن نسيبها ساعة كده تستوي على نار هادية خالص. وبزود لها حبة بسيطة مية كده وبتابعها. بعد كده بقى شلت عندي هنا اللحمة، وحطيت كمان الصلصة اللي كنا مفرزينها قبل كده، ممكن نقول حوالي 3 معالق من الصلصة او عصير الطماطم. ونزلت كان عندي بامية برضو مفرزاها في الفريزر، حطيتها. وببتدي بقى هحط هنا بقى عندي هنا الملح. سويتها حوالي نص ساعة، ما تزيدش عن نص ساعة كده، لانها لسه هتدخل الفرن عشان ما تستويش قوي وتتهرى. بعد كده بقى حطيتها في صينية، وحطيت ترانشات من الطماطم. حطيت بقى عندي هنا اللحمة الضاني اللي هي مستوية لمدة ساعة، او ممكن نقول نص سوا يعني. وبعد كده بقى جهزت عندي معلقة من الصلصة، معلقة من ممكن كاتشب او صلصة، ومعلقة من المستردة، ومعلقة من صوص الباربيكيو. حطيت معلقة من السمنة البلدي. وهبتدي ادهن عندي هنا اللحمة عشان تدي كأنها مشوية على او في الفرن او في الفحم، على الفحمة يعني. وتدي لون حلو برضو في الشوي، وخصوصا لو حطيتي بقى السمنة البلدي بتدي طعم جميل جدا، ومع الفرن بتبقى لذيذة. هحطها في الفرن بقى لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع. استوت وبقت جميلة خالص وطعمة. وعملنا معاها الرز، طلع خطيرة بجد. وريحتها بقى تحفة، ريحة الضاني بقى جميلة مع الشوي. يعني انا ما بحاولش اغطسها مع العصير الطماطم والبامية، علشان يا دوبك ايه تاخد بقى وش كده من فوق، ونار الفرن تستوي على نار الفرن وتدي التحميرة. يعني انا ما شغلتش الشواية من فوق ولا حاجة، هي احمرت كده لوحدها. انا سبتها في الفرن تقريبا ساعة الا ربع او ساعة تاني، واستوت وبقت جميلة خالص. جهزت معاه بقى الرز هنا. وبديت احطها بقى، لو عندك ضيوف بقى ممكن نعمل الرز في قالب كده يبقى شكله حلو. حطيت اللحمة بقى، شكلها تحفة بجد وطعمها خطير. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.